كسبنا الجنريشنال بيرنتنج، وده حدث لو تعلمون عظيم. الجاز لايتنج هو تصرفات متلاعبه بستخدمها عشان اوصل لحاجه انا عايزها او اسيطر على الانسان اللي قدامي. تعالي احكي لك قصه ساره بدات الجلسات بتشتكي ان جوزها متجوز عليها. قالت ان هي وافقت ان هو يتجوز، بس بعد ما استنزفها نفسيا وارهقها واقنعها ان هي مش كفايه وان هي مش اخده بالها من نفسها ومش اخده بالها منه، فهو لازم يتجوز. وساره اقتنعت تماما بالفكره دي. ولو ساره جت عليها لحظات شافت قيمه نفسها وقالت لا مش لعبه مش موافقه، بيستخدم اساليب جاز لايتنج تانية زي التهديد والتخويف والوعيد. ساره ما تعرفش يعني ايه جاز لايتنج لان طفولتها كانت مليانه جاز لايتنج. ابوها وامها كانوا بيفرقوا ما بينها وما بين اخوها، وده نوع من انواع الجاز لايتنج، اني بتعامل مع طفل على ان هو الجولدن تشايلد وبتعامل مع الطفل التاني على انه البلاك شيب. كمان ساره وهي عندها 8 سنين باباها قرر انه يروح يتجوز واحده تانية ويسيب البيت. السبب كان ان هم مش عارفين يلبوا له طلباته. مش عشان بنتكلم على ساره يبقى الرجاله بس اللي بتستخدم الجاز لايتنج، لا كمان الستات بتستخدم جاز لايتنج. عامة الشخص اللي بيستخدم الجاز لايتنج بيبقى عايز يخلي اللي قدامه يحس بعدم الأمان، يشككه في نفسه علشان يعرف يسيطر عليه أكتر. مشكلة سارة إن هي ما كانتش عارفة يعني إيه جاز لايتنج، فما كانتش عارفة تمسكه. الجلسات ساعدت سارة على إن هي تفهم التصرفات اللي بتتعمل فيها وعرفت إزاي تتعامل معاها. بس بما إننا مش كلنا نقدر ناخد جلسات، جبت لك كتاب هيعرفك إيه هي الصفات اللي بيستخدمها الجاز لايتر وإزاي تحمي نفسك منها. اول حاجه واعظم حاجه الاعتذار المشروط. انا اسف ان انا خنتك، بس انت اللي مش اخده بالك من نفسك. انا اسف بس انت اللي خليتيني اعمل كده. يحطوا اللوم على الضحيه بدل ما يعترفوا بالغلط بتاعهم بشكل واضح. تاني علامه مشهوره جدا، فرق تسد. الجاز لايتر عشان يسيطر على الضحيه بتاعته بياخدها ويخليها في جزيره معزوله، يشككها في الناس اللي حواليها، يوقع ما بينها وما بين الناس، يحسسها ان الناس عايزين منها حاجه وان مفيش حد في حياتها غيره هو، عشان لو قلت عقلها وحبت ان هي تخلع من العلاقه ما تلاقيش اي جسر ولا اي حد يسندها. بيحبوا العلاقات اللي فيها طرف ثالث، لازم يدخلوا حد في العلاقه. قول لمراتك اني مش عاجبني تربيه عيالها، عشان يوصلوا الضحيه ان هي تشوف اني مش بس انا اللي رايي كده، بصي انا وصلت لك رايي عن طريق جسر، فاحنا بقينا 2 عليكي على فكره، انت اللي غلطانه. كمان املا في انك تتخانقي مع اللي وصل لك الرساله، فيبقى الحمد لله وقعنا بينك وبين حد ثالث. رابع حاجه الشعور بالاستحقاق، الغرور الخفي. عندهم اعتقاد ان هم يستاهلوا معامله مختلفه ومميزه عن الاخرين. انتي مش بتلبسي لي ليه؟ انتي ليه مش بتاخدي بالك من نفسك؟ وهو قاعد بكرشه لابس الفانيلا البيضه ورافع رجل بنطلون ومنزل الرجل التاني. لو ده ما حصلش بيضغطوا على اللي قدامهم بالذنب او الخوف. بصي ثانيه بتعمل ايه لجوزها؟ شايفه الستات بيعملوا ايه؟ على فكره انا هتجوز عليكي. شايف الرجاله بيشتروا ايه لمراتاتهم؟ كتر خيري ان انا عايشه لسه معاك انت واولادك. خامس حاجه بيتعمدوا يقللوا من الشخصيات اللي اقل منهم سواء كان في السلطه او في المال عشان يثبتوا تفوقهم ويسيطروا اكتر. بيستغلوا ضعف الناس او قله خبرتهم عشان يتحكموا فيهم بسهوله. علاقاتهم مع الناس مبنيه على الفايده حتى ولو كانت فايده نفسيه، ان هو محسسني ان انا كبير، محسسني ان انا عظيم. 7 الخوف والتهديد واللعب بالمشاعر. بيستخدموا التهديد المبطن علشان يخوفوا اللي قدامهم. على فكره انت لو سبتي البيت مش هتاخدي العيال، على فكره انت لو اتجوزت البت دي انا مش هدخل لك بيت. اساتذه في اللعب على العواطف، خصوصا الخوف والذنب، علشان هما دول الحاجتين اللي بيخلوا الانسان يخضع للي قدامه. 8 العصبيه، الصوت العالي، العنف الجسدي، ادوات للسيطره وكسر الشخصيه اللي قدامهم، عشان تفكري مليون ألف مرة قبل ما تتحديني أو تعبري عن احتياجاتك أو رأيك أو تحسسيني إني لا قدر الله مقصر. 9 الاهتمام بالصورة الشخصية والمظهر الاجتماعي، تدمير صورة الآخر اللي هو الضحية. 10 وضع الضحية في مواقف تثبت إنه ضعيف قدام نفسه والآخرين. سارة انتي تخنتي لازم تخسي، بس جاس وات أنا أخدك النهاردة في عزومة فيها كل العيلة اوبن بوفيه. قدموا التعاطف المزيف. في الأول يظهروا على إن هم أكتر شخص متفهم وداعم، تفتح قلبك تقول لهم أسرارك وجروحك النفسية فيستخدموها ضدك وقت الحاجة. عندهم رفض لتحمل المسؤولية فبيتهربوا منها بكل الوسائل، الكذب، الخداع، تشكيك الآخر في نفسه، التلاعب بالكلام. لو حصلت أي مشكلة عندهم قدرة خرافية على إن هم يقلبوا الترابيزة على اللي قدامهم أو يلاقوا حد تاني يبقى كبش فدا. شاطرين قوي في إسقاط المشاعر وإن يجيبوا اللي فيهم فيك، دايما يحسسوك إن المشكلة فيك مش فيهم.
وأشهر حاجة استخدام المقارنات للتقليل والسيطرة على الآخر. دايما بيربطوا بين حبهم ليك ومدى قدرتك على تحقيق توقعاتهم. يقارنوك بحد تاني عشان يحسسوك انك اقل منهم. اي حاجة غلط تحصل يحسسوك ان انت السبب فيها وتستاهل اللي بيحصل لك. خلاص عرفنا الصفات، شاورتي على الشخصية السامة اللي في حياتك، ازاي بقى تتعاملي معاها؟ اول حاجة، خليكي واثقة في احساسك. لو حاسة ان في حاجة غلط، اذا فعلا في حاجة غلط. تاني حاجة، حطي حدود واضحة، ما تسمحيش لحد يكسر الحدود أو يشككك في نفسك. 3، ما تحاوليش ترضيهم، مستحيل يوروكي إن هم راضيين عنك أو إنك بتعملي حاجة صح. خوفا من إنك تثقي في نفسك وتستغني عنهم أو تقدري تبعدي وتسيبيهم. 4، احمي نفسك عاطفيا، ما تشاركيش معاهم حاجات ممكن تأذيكي في المستقبل. 5، احمي نفسك بناس حقيقية، الناس اللي قطعتي معاهم بسببهم ارجعي لهم تاني أو ابني علاقات جديدة يكونوا سند ليكي عند الحاجة. اشتغلي على قيمتك الذاتية وثقتك في نفسك. قوة الجاز لايتر مشروطة بعدم ثقتك في نفسك. آخر حاجة، لو العلاقة صعبة انهي العلاقة. نهاية العلاقة مع الجاز لايتر من أصعب الحاجات. هتحتاجي تقري كتير، هتحتاجي دعم مادي ونفسي. العيشة مع شخصية بالشكل ده مرهقة وصعبة نفسيا وجسديا. مجرد ان انا اعمل فيديو زي ده واتكلم على العلامات اخد مني 9 ساعات، من كتر ما انا في النص كان قلبي بيتقبض وبحس ان انا عايزة ارجع وبحس ان انا تعبانة من الفكرة نفسها. فما بالك انسان يكون عايش وفي حد في حياته بالشكل ده. عايزة اكلمك على حاجة كمان، عايزة اديكي علامات العلاقات السليمة، علشان ساعات بنحس ان احنا مش عارفين اصلا ايه هي العلاقة السليمة وشكلها ايه. الشخص السوي اللي في حياتك بيحسسك بالامان. امان في انك تعبري عن احتياجاتك ومشاعرك والوجع اللي عندك. امان في انك تحكي لهم الماضي بتاعك من غير ما يستخدموه ضدك. امان في ان هم يدعموكي وقت ما تحتاجيهم حتى لو كانوا مش مقتنعين بالحاجة اللي انت بتعمليها. الشخص السوي لما بتعيشي معاه بيبقى فيه نضج في مشاعرك ونضج في حياتك، بتحسي ان انت بتتغيري للأحسن طول الوقت، واحساسك بالاستقلالية والقوة بيزيد مع الشخص السوي. الشخص السوي بيحسسك انك تستاهلي كل حاجة حلوة في الدنيا.